السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني والله كتير، معلش بقى هو اما انزل فيديوهات والله غصب عني، بس ظروفي الايام دي يلا ادعولي والله بسبب العملية اللي انا عملتها دي. هنا بقى زي ما انتوا شايفين دي بامية هنفرزها. طبعا خلاص بقى اخر البامية ولازم يعني المفروض كانت تتفرز في 7. دلوقتي البامية اللي بدأت تنشف زي ما انتوا شايفين. جبنا الكمية دي 2 كيلو بس، يعني مش كتير، او 2 كيلو ونص والله. هي عمتي جايباها مش عارفة قد ايه بصراحة. هنبدأ نحش القمع بتاع البامية زي ما انتوا شايفين كده، وما بتقسمش القرن خالص. هي مش بتخرطها، هي بتشق. مثلا لو القرن يتشق 3 خرط بتعملوا 3، هيتشق 2 بتعملوا 2. هنا زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا ما بنشقش القرن كله لسبب المادة اللزجة اللي فيها، اللي هي اساسا بتخلي قوام البامية يبقى ليه عرق كده. المادة اللزجة اللي جوه دي لو انتي خلطتيها يعني خرطة صحيحة زي اللي بنعملها لوقت الطبيخ وهي خضرة كده، هتيجي تطلعها من الفريزر. او انتي بتخزنيها اصلا، يعني بطريقة الخزين بتاعتها اللي انا بخزنها ليها دي، هتنزل للمادة اللي جواها دي كلها. فعشان كده ما بنخرطهاش يعني تخريط صحيح. حبايب قلبي ما تنسانيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا هتقولوا هي قاعدة كده، طبعا تعرفين الستات يعني اللي هي كبيرة وكده، هي كده قاعدة هنا في البرندة برا، بتاخد من الكيس وبتأمها على طول. ماشي يا حبايب قلبي، هنخلصها. وطبعا هنحتاج حلة هنعمل فيها البامية، وحلة هنطلع منها. نطلع يعني البامية فيها مية بتلج، يعني قبل ما تبدأ تجهزيها تكون مجهزة لها كوباية تلج او ازازة تلج. المهم يعني يبقى في قطع تلج في المية اللي الباردة اللي انتي هتطلع البامية فيها. طبعا هي هتخلصها هنا وهندخل على المطبخ. هتشوفوا احنا مش هنستنى لما نخلص الكمية يعني. هي بس دلوقتي خلاص هندخل بقى دلوقتي المطبخ، هنخلصها ونروح بقى مع بعض على المطبخ. هنا معايا المية، طبعا هي بتعصر الليمون. انت عارفين ايدي اليمين هي اللي فيها العملية في الكتف. حبايب قلبي ما تنسانيش بالدعاء. هنا طبعا معايا حلة فيها مية على البوتاجاز اهي. المية دي سخنة خالص، اللي هو بتشكشك كده، او مثلا هتبدأ قبل ما اللي هي تسخن اوي للغلية. هعصر فيها 2 من الليمون وحبتين من الليمون او 3. على فكرة الليمون ما بيأثرش فيها خالص، بالعكس كل ما الليمون بيبقى كتير كل ما بيخلي. انتوا شايفين لون البامية؟ هتشوفوه في الاخر لما نخلص السوا. يعني هو احنا مش بنسويها، انا بطلعها ناشفة زي ما هي. طبعا المية اللي هي كانت سخنت بقى خلاص مظبوطة، ولا سخنة قوي ولا باردة او فاترة مثلا، لا هي سخنة سخنة. هفضل ايدي في البامية كده مش كتير، يعني اللي هو عشان ما احاولش انزل منها المادة اللزجة اللي فيها، اللي هي بتخلي لها عرق في وقت الطبيخ. انتوا شايفين هنا، انا بقرب لكم من الكاميرا، شايفين لونها عامل ازاي؟ ومفيش، هي مش بتاخد من يعني 3 دقايق على النار او 4 دقايق. طبعا كمية المية كتيرة، فاللي هو هي مش هتغلي ولا حاجة، لا. ولا شايفين في فقاقيع صغننة مية كده، اللي هو بتبدأ المية تشكشك للغليان بقى. انا مش هسيبها تغلي. اول ما الاقي اللون اللي انا عايزاه، لون الخضار اللي في البامية، طبعا شايفين لونها كده، هي لما قرب اطلعها هتشوفوا لونها دلوقتي. هنا كده خلاص لونها شايفين ما شاء الله، بدأ اللي هو الليمون في المية هو اللي بيديها اللون الاخضر ده. هنا كده خلاص اللي هو بقلب بقى فيها بس بسيط زي ما انتوا شفتوا، برفع وانزل في في المصفى اللي معايا. شايفين لونها ما شاء الله بقى عامل ازاي. احنا هنا كده هنحوشها، احطها على الرخامة، وهتشوفوا المية بتلج اللي انا جهزتها، وهبدأ انزل فيها.
يعني اخد من المية اللي فيها الليمون السخنة دي، ولازم تتصد يعني تنزل في مية فيها قطعة من التلج عشان تاخد صدمة، واللي هو تحافظ على القوام بتاعها، لا اللي هو يعني ما تطراش او مثلا ما تدخلش في مرحلة نص سوا ولا الكلام ده خالص. لا هو بس مجرد اللون، يعني اللون اللي انتوا بتشوفوه بتاع البامية الطبيعي، شايفين لون المية عامل ازاي؟ ده نزل اللون بتاعها وبقت خضرة زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا هسيبها لما يعني دقيقتين 3. شايفين ما شاء الله قطع التلج فيها قد ايه؟ يعني انا هسيبها برضو من 3-4، يعني من 3 دقايق ل4 دقايق، اما احس ان القرون بتاع البامية دي خلاص ساقعة جدا من كتر التلج. هنا طبعا حماتي ايه هتطلعها عشان من المصفى يعني تحطها في مصفى، عشان هي مجرد مش هسيبها كتير في المصفى، مجرد ما احطها كده وهنعبيها في الاكياس على طول. هي الكمية اللي معايا دي تقريبا 3 كيلو، ولا لا مش 3، والله انا ما عارفه هي جايبه قد ايه بصراحه، 3 ولا 2.5. المهم الكميه دي عملت معايا 5 اكياس او 4 اكياس، لا 5. شايفين ما شاء الله لونها عامل ازاي؟ انا عايزه اقول لكم والله احنا بنعملها من السنه للسنه. يعني انا لسه عامله الاسبوع ده بالظبط. يعني هو بصراحه مش انا اللي واقفه وطبخاه، حماتي يعني، بس انا بقف معاها لانه بصراحه يعني بقالها فوق 13 سنه ولا 13 سنه ما دخلتش المطبخ، فانا بقف معاها ويعني تعملها ازاي. هي طبعا عارفه وكل حاجه بس بتنسى يعني. شايفين ما شاء الله لونها عامل ازاي في الكيس؟ بقولك حبايب قلبي، يا ريت ما تنسانيش باللايك، ويا رب الفيديو ينال اعجابكم والاشتراك وتفعيل الجرس. مع السلامه.